اليوم راح اوزع ثواب يم النبي. انطتني علبه مليانه كليتشه ووصتني توزعها يم النبي حبيبي الغالي. حجزت تاكسي المسافر ودزوا لي سياره لكزس لباب البيت، راح توصلني للمطار باقل وقت ممكن، وركبت الطياره العالميه راح نسافر للسعوديه وانطونا الوجبه المجانيه، وبعد ساعتين وصلنا للمدينه المنوره. انا واصدقائي اخذنا الكليتشه ورحنا نوزعها يم بيت وقبر الرسول صلى الله عليه واله. هاي الكليتشه ام التمر والسمسم والمبروش والحلقوم، ما شاء الله الكل اجا ياخذ منها وحبوها واكلوا من عندها من كل بلدان العالم، وكل ما ياخذون منها سبحان الله عبالك تزيد ما تنقص، صارت بيها كل البركه، والكل ياخذون منها وياكلوها بس ما يعرفون شنو هاي الاكله. لاول مره يجربون الكليتشه العراقيه، فصرنا انا واصدقائي نترجم لهم نقول لهم this is Iraqi sweet, this is Iraqi pastries. احنا العراقيين معروفين بالكرم، وكل محافظات العراق توزع ثواب الزوار الامام الحسين، اما اني حبيت اوزع ثواب الزوار النبي محمد صلى الله عليه واله. اللهم تقبل منا هذا القليل على حب نبيك وآل بيته الاطهار. وكل ما اروح للنبي لازم اوزع شيء، لان بهذا المكان المبارك الاجر يتضاعف. وبعد ساعه من التوزيع واخيرا الكليتشه مالتك توزعت خلاص. تمت العمليه بنجاح. ركبت الطياره ورجعت للعراق. كتبوا لي بالتعليقات شنو التحدي القادم.